كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هبدأ معاكم في أول حاجة من نواعم العيد وهي الكحك. هعمله معاكم بطريقة جديدة، ساخن وبارد في نفس الوقت. ده بيخلي الكحك خفيف على المعدة وما يتعبناش، وهقول لكم على الأسرار اللي هتطلع معاكم كحك هش ودايب، وكمان طريقة التسوية الصحيحة للكحك. أول حاجة أنا هجيب نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، استخدمت دقيق الضحى. بعد كده هوزن 300 جرام من السمنة البلدي، طلعوا معايا كوباية ونص. هاخد كوباية من السمنة البلدي واسيحها كويس على النار، عايزاها تقدح كويس جدا. والنص كوباية السمنة هسيبها بدرجة حرارة المطبخ. كده هضيف على الدقيق نص معلقة صغيرة ريحة كحك، معلقتين كبار سمسم، معلقة كبيرة مليانة نشا، ودي بتخلي الكحكاية ناعمة وبتدوب في البق كده وما بتلزقش في بقنا. حط عليهم ربع معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلب كل المواد الجافة دي مع بعض. هحضر خليط الخميرة، ربع كوباية مية عليها ربع معلقة صغيرة خميرة ومعلقة كبيرة مليانة سكر. ما تكتروش من الخميرة علشان ده السبب اللي بيخليه يفرش في الفرن والنقشة بتاعته تروح. نلتزم بالمقادير. هنا بعمل لها اختبار، هديها رشة دقيق خفيفة كده، هنلاقي فيه فوران كده السمنة تكون جاهزة معانا. هضيفها على طول على الدقيق. عايزين نشوف الفوران ده. في المرحلة دي ما نحطش ايدينا خالص خالص، ما نلمس العجين خالص. هنبتدي بالمعلقة الخشب كده نقلب كويس مع بعضه لغاية ما الدقيق يتشرب السمنة علشان درجة حرارة الدقيق تهدى شوية معانا. وهضيف عليهم نص كوباية السمنة اللي انا كنت شايلاها بدرجة حرارة المطبخ، وهبتدي ابس بايديا كده. عايزين ننعم الخليط ده خالص لغاية ما قوامه يفتح معانا ويبقى كريمي. مرحلة البس دي اهم مرحلة في تحضير الكحك كله. هنبس مدة لا تقل عن ربع ساعة لغاية ما القوام بتاع العجين يبقى ابيض كده وفاتح معانا. هبتدي اضيف عليهم خليط الخميرة. المرحلة دي هلم بس بايدينا كده، مش هنعجن خالص علشان العجين ما ينشفش معانا. وهنا العجينة بتاعتي احتاجت معلقتين كبار كمان مية، حطيتش مية خالص تاني، كل واحد على حسب نوع الدقيق بتاعه. هعمل اختبار للعجينة. هبتدي اشكل كورة كده بين ايديا وهضغط عليها بصباعي، هنلاقي مفيش اي تشققات، يبقى كده العجينة مظبوطة وتمام. هبدأ اغطيها على طول علشان ما تنشفش، وهنبتدي نشكل الكحك على طول. الكحك ما بيختمرش. الصواني بتاعتي انا ما دهنتهاش اي مادة دهنية. هبتدي اشكل بالمنقاش. انا بصراحة بحب اشكل بالمنقاش، بيفكرنا بالايام الحلوة والتجمعات. ولو انتوا حابين تعملوا بالبصامة كمان بيبقى جميل جدا وبينجز معانا في الوقت. انا هنا هعمل كذا شكل بالمنقاش زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انا بحب انقش كده بايدي. خدوا الشكل اللي يريحكم واعملوه، والسهل بالنسبة لك سهلة وبسيطة خالص، وبيبقى ممتع جدا في الشغل، وفعلا بيدي فرحة وبهجة في البيت لما بنعمل الحاجات دي في البيت مع ولادنا. هكون مشغلة الفرن في المرحلة دي على درجة حرارة 180. كحك السادة بيدخل بياخد حوالي نص ساعة. أول ما يبتدي يحمر من تحت نبتدي نطفي عليه ونقيد عليه الشواية. إنما لو انتوا هتعملوه محشي عجمية أو ملبن، طريقة التسوية بتبقى مختلفة خالص. بنشغل الفرن على درجة حرارة عالية شوية، درجة حرارة 200، بيخش فرن ساخن علشان العجمية او الملبن ما يخرجش من الكحكاية ويفور كده. بيخش ما بياخدش حوالي نص ساعة او اقل من نص ساعة. كمان المحشي ما نطولش عليه في الفرن علشان العجمية ما تنشفش والملبن. وبس كده هتعملوا احلى كحكاية في البيت. كحكاية هشة ودايبة وناعمة وبتدوب في بقنا كده. امشوا على الخطوات اللي قلت عليها، هيظبط معاكم باذن الله من اول مرة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كومنت حلو. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.